كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده اول يوم في رمضان، وانا داخل بس اقول كلمتين بسرعه كده نكسر صيامنا على ايه؟ لان ناس كتير قوي اتكلمت فيها، اخد تمر ولا ما اخدش تمر؟ اخد عصير ولا ما اخدش عصير؟ انا اقول لك اسهل واسرع حاجه تكسر صيامك عليها. التمر ما فيش فيه مشكله قولا واحدا، تمرايه او 3 تمرات مع نص كوبايه اللبن مفيش اي مشكله خالص، لان اللبن البروتين اللي فيه والدهون اللي فيه هتقلل امتصاص التمر، فما حدش يقول لي هيرفع سكر الدم وهيحصل لي مشاكل منه خالص. بعد كده اخد طبق الشوربه الدافي واقوم اصلي المغرب، ال10 دقايق اللي صليت فيهم المغرب ارجع ابدا اخد فطار. ابدا فطاري ازاي؟ ابداه بالسلطه طبعا، ابداه بالخضار اللي موجود معانا، ابداه بالبروتين، وبعد كده اخد النشويات على قد ما اقدر. حاول تقلل النشويات، ولو احنا خدناها بالترتيب ده صدقني مش هتاخد نشويات كتير. خلاص. الحاجه اللي بعد كده حلويات رمضان جميله وحلوه، بس ما تزودش منها عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده ليا ويبدا وزني يزيد، او لو انا مريض سكر سكري